يا مدرب يا ابن المرة، يا حارس مرمى ابن مرة، يا باك يمين ابن 60 مرة. لا عندك باك ولا عندك وينج ولا عندك حارس. التبديله اللي انت بدلتها دي انا عايز افهم حاجه. التبديله دي يا كابتن قرد، انت يا كابتن قرد اللي عملت لي نفسك مانويل نوير، يا عم زفت اللي عملت لي نفسك جوارديولا. التبديله اللي انت بدلتها بطلوع فتوح ونزول تريزيجيه ليها معنى غير انك ما بتفهمش. ليها معنى غير انك ما بتفهمش مفيش كوره. منزل وينج يلعب باك شمال ليه بقى؟ ما انا مش فاهم انت منزل الوينج ده يلعب باك شمال ليه؟ فتوح زعلك في ايه؟ وبعدين حضرتك بعد ما دخل فينا الاجوان حضرتك عشان الخلافات الشخصيه ما بينك وما بين مصطفى محمد مش راضي تلعبه. ليه بقى؟ تبليني بمرموش ليه وتحرق في دم اللي جابونا؟ يعني ليه تحرق في دم اللي جابونا؟ هي مش ناقصه حرق الدم يا حبيبي. من الاول زي كل مره قلت الواحد مش هيشجع المنتخب ونلعب ماتش والتاني والتالت وبعدين نقول خلاص المنتخب المره دي هياخدها. وزي كل مره انت نجحت المره اللي فاتت عشان الكودوفار مش حريفه لياقه بدنيه بس، انما دول حريفه. انما حضرتك يا بيه انت ما عندكش باك يمين، تستغنى كمان عن الباك الشمال عشان تنزل تريزيجيه. طب ما تطلع مرموش ونزل مصطفى محمد يا راجل. اول شوط اول كورنر في الدقيقه 90 ولا 95 اول شوط لينا. انت ايه؟ مفيش مخ. اللعيبه مفيش والله يا صلاح هتعيش وتموت وما هتاخد البطوله دي من ساعه ما جيت يا راجل وانت فقر. انت والمعلق بتاع المباراه ابن 60 مره. معلق يغضضك من الدنيا باللي فيها. الواحد قال مش هشجع منتخب. يا اخي كرهتونا في المنتخب، يا راجل كرهتونا في الحاجه اللي احنا بنحبها. بتالفوا كوره. ما تلعب يا عم على قدك، العب على قدك.